تقدم أغرب القضايا. أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. ايه يا احمد، انت خارج؟ ايوه يا غاده، رايح اقعد مع عاطف صاحبي على القهوه. في حاجه؟ يعني هو لازم يعني؟ انت عارفه يا حبيبتي، النهارده يوم اجازتي وانا بقالي كتير ما شفتش عاطف. طيب تمام، براحتك. ما تقلقيش، مش هتاخر. لا اتاخر بقى. اتاخر؟ غريبه قوي. ايه الغريب في كده؟ انا بتكلم بجد على فكره. اصل انا رايحه النادي وحمديه شغاله جايه تمسح الشقه. ماشي يا غاده، ماشي. عايزه حاجه؟ لا مش عايزه. سلام. ايوه جاي، وعندك واحد شاي على بسطة. خد يا ياسر. ايوه يا استاذ احمد. هات لي قهوه زياده. تشرب يا عاطف؟ عندك ايه يا ياسر؟ كل اللي انت عايزه يا بيه، عناب وعصير ليمون وبرتقال. هات لي ليمون بالنعناع يا سيدي. وعندك احلى ليمون بالنعناع وقهوه زياده لاحمد بيه وصاحبه. في ايه يا احمد، مالك؟ مفيش يا عاطف، بس بصراحه بفكر اتجوز. تتجوز على غدا مراتك؟ ومالك اتخضيت كده ليه؟ عادي يعني، ايه اللي يمنع؟ البنت حلوه وانا الحمد لله مبسوط. بس هتقول ايه لغدا مراتك؟ هقول لغدا؟ ما انت غريب يا عاطف، وانا ايه اللي يخليني اقول لها؟ انا شايف انك تصرف نظر عن موضوع الجواز ده. من الاخر يا عاطف، انا مش مبسوط مع غدا. كلمها، فهمها. يوه، استنفذت معاها كل الطرق اللي تخطر على بالك واللي ما تخطرش كمان، مفيش فايدة. مصرة تكون نكدية وتقرفني في عيشتي. الو، مين معايا؟ مبروك يا استاذ احمد، حضرتك كسبت 100,000 جنيه. نعم، مين معايا؟ واضح انك مش محتاج الفلوس دي. احنا هنهزر ولا ايه؟ مين معايا؟ قول بدل ما اقفل السكة. براحتك براحتك يا استاذ احمد، براحتك. مين يا احمد؟ ده واحد فاضي يا سيدي وبيهزر هزار سخيف. بس غريبة، هو عارف اسمي منين؟ اكيد من برنامج المكالمات. بس انا مش مسجل الرقم ده باسمي. يبقى حد عارفك وعايز يعمل فيك مقلب. ما علينا، قول لي بقى اعمل ايه في الشغل؟ هقول لك. هتقولي ايه يا حمديه؟ مش كفايه جايه متاخر؟ انا اسفه يا ست هانم، والله جوزي عيان والواد الصغير مغلبني. بس انت هتحكي لي قصه حياتك؟ روحي خلصي شغلك بسرعه، جوزي زمانه جاي. حاضر يا ست هانم، حاضر. بصراحة يا أحمد أنا مش عارفة أنت مستحمل مراتك غدا دي إزاي؟ ليه يا سماح؟ مالها غدا؟ يعني على طول كده بترفض تيجي معاك في أي مناسبة، وخصوصا لما تكون خاصة بعيلتنا، وبصراحة كمان حاسة إنك مش مبسوط معاها. يعني أحمد، أنا أختك الكبيرة ويهمني مصلحتك. ألو، مين معايا؟ قلت لك مش مهم انا مين، المهم لازم تعرف ان مراتك غادة بتخونك. نعم؟ انت مين؟ وازاي تقول الكلام الفارغ ده؟ واضح ان حضرتك يا استاذ عايز تعيش مغفل طول عمرك. اخرس، واضح انك انسان حقير. الو، في ايه يا أحمد؟ مين ده؟ وعايز منك ايه بالظبط؟ الله، احمد، مساء الخير يا احمد. الحمد لله على السلامة يا هانم. كنت فين يا غدا كل ده؟ ايه ده، في ايه؟ ما انا قلت لك ان انا رايحه النادي. في يوم اجازتي؟ مش قادرة تقعدي في البيت حتى في يوم اجازتي؟ والله، وهو انا اللي خرجت مع صاحبي عاطف؟ انت اللي اخترت. وده يديك الحق انك تتأخري كل ده في النادي؟ هو في ايه يا احمد بالظبط؟ كنت مع مين في النادي؟
نعم؟ يعني ايه كنتي مع مين؟ ايه السؤال ده؟ من فضلك ردي عليا، كنت مع مين في النادي يا غادة؟ لو هو ده اللي هيريحك كنت مع صاحبتي نرجس. ايه فيها ايه؟ نرجس؟ ماشي يا غادة، ماشي. هو في ايه بالظبط يا استاذ احمد؟ ليه طلبت تقابلني؟ غادة مراتي. صاحبتي غادة؟ مالها؟ كانت هنا امبارح في النادي؟ ايوه. وانت يا مدام نرجس؟ انا ايه؟ كنت معاها امبارح؟ ايوه. هو في ايه يا استاذ احمد؟ انت ناسي اننا بندرب هاند بول انا وغادة مع بعض؟ ايوه، بس غادة امبارح ما كانش عندها تدريب يا مدام نرجس. ايوه فعلا ما كانش عندها. يبقى جت النادي ليه؟ وكانت قاعدة مع مين؟ مالك يا غادة؟ في ايه؟ مش عارفة ايه اللي حصل لأحمد جوزي. ماله يا بنتي؟ جوزك ما شاء الله وسيم وعاقل واي واحدة تتمناه. ايوه يا ستي ماشي، بس اليومين دول احمد مش مظبوط خالص. قصدك ايه يا غادة؟ ها؟ قصدك ايه؟ في ايه يا احمد؟ هو انت تسمع كلام واحد مجنون اتصل بيك؟ ما هو المجنون ده بيقول لي ان مراتك بتخونك. تخيل يا عاطف. لا، وعارف كمان اسمي واسمها. والله يا ابني يطلع مقلب في الاخر. لا مش موضوع مقلب يا عاطف. غادة فعلا تصرفاتها غريبة، انا ما كنتش واخد بالي. طب والحل؟ الحل؟ طب دي واحدة. الو؟ اتأكدت يا احمد بيه؟ اتأكدت من ايه يا بني ادم انت؟ ان مراتك مدام غادة بتخونك. طب ممكن اعرف انت عرفت ازاي؟ مش هيفرق انك تعرف، المهم مش عايزك تبقى كده. ابقى ايه؟ تبقى نايم على ودانك. طب ما انا لو اهمك فعلا قول لي انت مين؟ تاني مش مهم انا مين، المهم تنهي المهزلة دي. كلهم صنف واحد، صنف نمرود وعايزين قطع رقابيهم. ياه، ده انت مغلول منهم قوي. تنصحني اعمل ايه؟ تتأكد الاول ان كابتن غادة مراتك بتخونك. واتأكد ازاي بقى؟ فهمني. كل يوم لما حضرتك بتنزل من البيت عشان تروح مصنعك بيجي واحد يطلع عندك. انت بتقول ايه؟ انت كذاب كذاب. عرفت منين؟ انت عرفت؟ الو؟ مش هينفع كده يا احمد، واضح انه حد عايز يتعب اعصابك. الموضوع خطير يا عاطف، ده بيتكلم بمنتهى الثقة. يبقى لازم تواجه غادة مراتك. ايه؟ اواجهها؟ قصدك ايه يا احمد؟ هو كده يا غادة، مفيش خروج من غير اذن بعد كده، ولازم اعرف بتروحي فين وبتقابلي مين. فاهمة؟ نعم. ليه ان شاء الله؟ لا مش فاهماك الحقيقة. ما شاء الله، انت عايزه تروحي كده اي مكان من غير ما تقولي لي يا غادة ولا ايه؟ لا طبعا هو مش كده، انا قصدي اقول لك يعني هو ايه اللي جد. يوه معرفش. كل يوم لما بتنزل من البيت عشان تروح مصنعك بيجي واحد يطلع عندك. هو في ايه يا احمد مالك؟ صارحني، انت مخبي عني حاجة. هي كلمة واحدة، ما تعمليش اي حاجة بعد كده من غير اذني، انت فاهمة؟ هو في ايه يا احمد؟ هو في ايه؟ مفيش يا غادة، مفيش. سليم. ايوه احمد بيه. سليم، مين بيطلع العمارة بعد ما بروح الشغل؟ مش فاهم، ما في ناس كتيرة بتطلع العمارة. مش قصدي كده، مين اللي بيطلع عندي الشقة؟ يطلع عندك في الشقة؟ ايوه. لا مفيش غير الدليفري. ايوه، ومرة السباك، ومرة كان في واحد بيسأل عليكم كده وما كانش حد موجود في الشقة فمشي. واحد مين ده؟ والله يا بيه مش عارف. وما سألتوش ليه هو مين؟ سألته، قال لي هيبقى يتصل بيكو. قال لك هيتصل بيا ولا بالمدام؟ قال لي هيتصل بيكو. سليم، هو انت بتقعد على بوابة العمارة بالليل ولا الصبح؟ والله يا بيه ساعات بالليل وساعات الصبح. يعني في اوقات كتير بتبقى البوابة فاضية ومحدش قاعد عليها، مش كده؟ لا، لما بروح اجيب حاجة
بخلي مراتي فاطمه تقعد على البوابه. مراتك فاطمه؟ ايوه يا احمد بيه، فيه واحد كل يوم بيجي العماره بيسال عليه. بيسال عليا انا يا فاطمه؟ ايوه يا بيه. وما قلتليش ليه؟ لانه بيطلع لحضرتك. ايوه بس انا ما ببقاش موجود فوق يا فاطمه. ماني معرفش يا بيه حضرتك موجود ولا لا. بس ده مش معناه انك تطلعي اي حد العماره. حضرتك ده واحد محترم وبيقولوا انه صاحبك. محترم يعني ايه؟ وصاحب ازاي؟ فيه ايه يا احمد بيه؟ واني غلطت في ايه؟ غلطت في ايه؟ ده انا هوديكم كلكم في داهيه. استنى عليا بس، استنى. مش هسكت ومش هيهدى لي بالي يا عاطف الا لما اعرف الحقيقه بالظبط. يبقى لازم يا احمد تفرج الكاميرات اللي حوالين العماره. ايه؟ الكاميرات اللي حوالين العماره؟ صح، برافو عليك يا عاطف. انا هفرغ الكاميرات اللي حوالين العماره والكاميرات اللي في المحلات اللي جنبها كمان. بس ارجوك يا احمد لازم تهدى وما تتصرفش تصرف تندم عليه. ماشي ماشي يا غالي، الصبر جميل. ايه اللي حصل لك؟ في ايه يا ريهام؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مش فاهم يا ستي. بقول لك هنسافر اسكندريه عشان نحضر دوره اليد اللي هناك. لا انا مش هينفع اسافر. انت يا غدا اللي بتقولي كده؟ لا مش انا طبعا، بس احمد جوزي مناني ان انا اسافر اي مكان. ليه يا غدا؟ في ايه؟ مش عارفه، اليومين دول بيعمل حاجات غريبه قوي. هو شاكك في حاجه يا غدا؟ والله مش عارفه بجد. طب وشريف؟ شريف ماله شريف؟ والله يا غادة لو ليكي أختي زيك كده في جمالك وشياكتك كنت اتجوزتها. ميرسي يا كابتن شريف، كلك ذوق. انت يا بنتي متعرفيش انت ايه؟ نعم انا ايه بقى؟ ملك الجمال أميرة. شريف لو سمحت ما تنساش اني متجوزة. حتى وانت متجوزة تجنني. كابتن شريف انا ماشية. وانا مستحيل اسيبك، اعتبرك بنت خالتي او بنت عمتي، اجمل بنت في الدنيا. انا مش عارفة ايه اللي انت بتقوله ده، انت بتجيب الكلام ده منين؟ من عينيك الحلوين. لا انت كده زودتها قوي، انا لازم استأذن بعد اذنك. اتفضل يا استاذ احمد، اكيد حضرتك جاي تشتري بلوزه ولا فستان للمدام؟ الحقيقه لا يا مدام اميره، انا كنت عاوز تفريغ الكاميرا بتاع المحل بتاعكم. تفريغ الكاميرا؟ ليه؟ المحل بتاعكم جنب عمارتنا، وانا كنت عاوز اعرف مين الغريب اللي بيدخل العماره خصوصا بعد ما اروح الشغل. ليه؟ في ايه؟ لا مفيش، حاجات اتسرقت من شقتي. يا ساتر يا رب، حاجات اتسرقت زي ايه؟ وبعدين يا احمد شفت حاجه في الكاميرات؟ ابدا يا عاطف، مش باين اي حاجه. ناس كتير داخله العماره، ستات ورجاله. ما لاحظتش ان في حد معين بيدخل العماره كل يوم. قلت لك الحل. الحل؟ لازم تواجه مراتك وتعرف الحقيقه، وتعرف مين اللي بيتصل بيك وليه وبيكلمك وهدفه ايه. حضرتك يا أستاذ أحمد طلبت تقابلني؟ أيوة يا فندم. بخصوص إيه؟ حضرتك أستاذة صابرين صاحبة العمارة اللي قدام العمارة اللي أنا ساكن فيها. تمام. محتاج تفريغ الكاميرات اللي حضرتك حطها قدام العمارة بتاعتك. ليه حضرتك؟ يعني في حاجات اتسرقت كده من شقتي وكنت عايز أوكي بسيطة، مفيش مشكلة حضرتك. ميرسي جدا لذوقك يا فندم. بس قولي إيه اللي اتسرق من حضرتك وليه ما بلغتش البوليس؟ برضو ما عرفتش اي حاجة؟ من خلال الكاميرات اللي محطوطة في عمارة مدام صابرين اكتشفت في واحدة بتيجي العمارة كل يوم. وايه يعني واحدة؟ يبقى ولا حاجة، انا شايف بقى تريح نفسك. ايوه يا عاطف. طب والتليفونات اللي بتجيلي دي كل شوية وتقول ايه ده؟ مين ده؟ مين؟ مش عارف، رقم غريب ومن غير اسم. دي واحدة كده. الو. ايوه يا استاذ احمد،
اتأكدت من ايه؟ انت عاوز مني ايه بالظبط؟ كده بقى بالمعاملة دي هقول لك انا اسف، انا غلطان اني بوعيك. مش مهم مراتك تخونك. لو راجل بصحيح قابلني. وهو انا لو ما قابلتكش ما بقاش راجل؟ انت بقى لو راجل بصحيح ما تخليش مراتك تخونك. مراتي اشرف منك ومن مليون زيك. تحب اثبت لك؟ لو انت راجل اثبت. ركب كاميرا في الدور اللي حضرتك ساكن فيه، بس تكون الكاميرا مستخبية طبعا، وانت هتشوف بنفسك كل حاجة. ماشي، لما اشوف اخرتها ايه. انت صعبان عليا. سلام يا ابو الرجالة. الو الو الو. برضه رقم مش اسم؟ لا يا عاطف، بس هو قال لي على حل، وحل مخيف. قصدك ايه؟ واثق من نفسه؟ معقول يا عاطف؟ معقول غدا مراتي تخوني؟ معقول؟ إن اقتلها. معقولة أحمد يعمل كده؟ مش عارفة يا لبنى، بيتصرف تصرفات غريبة جدا. ايه ده في حد بيزنق علينا. ايه ده؟ مش ممكن اللي بيحصل ده. في ايه يا غادة؟ ايه اللي حصل؟ في حد بيراقبنا يا لبنى. بيراقبنا؟ عرفتي ازاي؟ حسيت، انا كل ما اروح مكان بحس ان في حد ماشي ورايا. واللي بيراقبك ده هيراقبك ليه يعني؟ مش عارفة. طمني يا عمر، عملت ايه؟ كله تمام يا احمد بيه. عرفت غدا مراتي بتروح فين؟ ايوه يا احمد بيه، النادي والكوافير وعند اختها وشويه محلات. ما قابلتش حد؟ ما قعدتش مع حد في اي مكان؟ لا ما حصلش. كويس، استمر برضه في المراقبه. تحت امرك يا احمد بيه. لما اشوف اخرتها معاك ايه يا غدا. ايه الاخبار يا عادل؟ طمني، عملت ايه؟ تمام يا بيه، حطيت الكاميرات قدام باب شقتك من غير ما حد يشوفها. في حد شافك وانت بتركب الكاميرات؟ لا عيب عليك يا بيه، محدش شافني. وبعدين حتى لو حد شافني انا كنت بركب لمبه قدام الباب. برافو عليك يا عادل. المهم الكاميرات تكون قويه والكواليتي عالي. طبعا كويسه يا بيه، وبتجيب الوشوش كلها بكل ملامحها. انت نازل يا احمد؟ ايوه يا غدا، رايح الشغل. عايزه حاجه؟ لا بسألك بس، هو انت هتتأخر؟ لا ايوه هتأخر شويه، عندي مشوار مهم بعد الشغل. يلا سلام. طيب تمام، خلي بالك من نفسك. كل اللي عملته كويس. لما ترجع بقى من الشغل فرغ الكاميرات اللي ركبتها بره باب شقتك وهتشوف بنفسك. هشوف ايه؟ هتشوف الخيانة على أصولها. ممكن أعرف أنت مين؟ أنا محتاج أتعرف عليك. بلاش دلوقتي يا أستاذ أحمد، ما تستعجلش. سلام. استنى. ألو. زي ما بقول لك كده، في واحد جه بعد ما نزلت ودخل الشقة. دخل الشقة؟ مين هو؟ مش عارف يا عاطف. طب ما تسأل غدا مراته، اسألها، وريها الكاميرا. لا يا عاطف، مش دلوقتي. تفكر في ايه يا احمد؟ بعدين هقول لك. الو. ايوه استاذ احمد. ايوه يا سوزي. في واحد طلع العمارة اهو، شبه اللي شفناه في الكاميرا. طيب انا جاي حالا. تحب اطلع وراه اشوف هو رايح فين؟ لازم تعملي كده طبعا، راقبيه لغايه ما اجي وانا مش هتاخر. طيب انا هطلع وراه وهتصل بيك تاني. ها تمام. اوكي سلام.
غدا مراتي فتحت له الباب؟ ايوه. مش ممكن. طيب انا في السكه اهو. طب بسرعه. انت يا بني ادم اللي هناك، كلمني انا. تعالى هنا. عايز مني ايه؟ انت مين؟ انت. وانت مالك؟ انا مين؟ انت لسه نازل من شقتي دلوقتي. شقه مين؟ انت هتستهبل ولا ايه؟ قول بسرعه انت مين وعايز ايه؟ وكنت بتعمل ايه في شقتي؟ اتكلم بدل ما اقتلك. يا عم انت مجنون، ابعد عني. مش هسيبك يا عم ابعد عني، انت مجنون. لو ما اتكلمتش هقتلك دلوقتي. ابعد عني، انت مجنون. ايه ده؟ ازاي عرف يهرب منك؟ طلع مطوه وهددني بيها وجري. وهتعمل ايه دلوقتي؟ هطلع للهانم. بس امسك اعصابك، وزي ما قلت لك اوعى تعمل حاجه تندم عليها. قسما بالله ما انا سايبها. انت عايز مني ايه بالظبط؟ تقولي لي مين اللي كان في الشقه ده؟ مفيش حد يا احمد. اللي موجود في الكاميرا ده مين؟ معرفوش. ده بيخبط عليك يا ست هانم. احمد من فضلك كفايه اتهامات وتلميحات ملهاش اي لازمه. بتخونيني يا غدا؟ قسما بالله العظيم لا اقتلك. انت بتعمل ايه احمد؟ سيبني. ما كنتش هتصور في يوم من الايام ان ابقى مغفل بالطريقه دي. احمد مش قادر اموت في ايدك. شيل ايدك من على نفسي. اللي زيك لازم يموت. لازم يموت يا غاده. لازم. اقول لك يا فندم، برافو عليك، اللي عملته كله صح. خلصتنا من غدا مراتك، وخلصتنا منك انت كمان يا استاذ احمد. انت مين يا بني ادم؟ خلاص بقى مش مهم مين، انت دلوقتي نفذت كل اللي احنا عايزينه، والبوليس دلوقتي جاي يقبض عليك ويتلف حبل المشنقه حوالين مراتك. قصدك ايه؟ عاوز تقول ايه بالظبط؟ يعني مراتك عمرها ما كانت خاينه يا استاذ احمد، واحنا نجحنا ان احنا نقنعك بكده عشان نخلص منك ومنها. باي يا مغفل. الو. عاطف، انت الصديق المقرب لاحمد. ايوه يا فندم. تقدر تقول لنا ليه احمد قتل مراته غدا؟ معرفش، كان بيقول انها بتخونه. تمام. ووحيد مين؟ وحيد اللي حضرتك اتفقت معاه يتصل باحمد ويقول له ان مراته بتخونه. لا ما حصلش، معرفوش. بس احنا قبضنا عليه واعترف. ايه؟ اعترف؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. يا غادة، في لحظة كانوا هيخلوني أصدق إنك خاينة، مش كده؟ مستحيل يا أحمد، ما أنت عارف اللي بينا. آخر حاجة كنت أصدقها إن عاطف صاحبي يعمل فيا كده. وأنا كمان. بس أنت إزاي حسيت إن هو؟ عاطف يبقى الصندوق الأسود بتاعي. في لحظة حسيت إنه عارف حاجات أنا ما قلتهاش. أنا عارفة يا غادة اللي بيتصل بيا ده كان راصد كل تحركاتي. طب عرف منين أدق التفاصيل دي؟ فكان لازم أشك في صديقي عاطف. وعملنا التمثيلية علشان تظهر الحقيقة. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يسلم. بس أنا مش قادرة أفهم، هو عاطف عمل كل ده ليه؟ كان لازم اعمل في احمد اكتر من كده بعد ما خد مني غاده. مش فاهم، غاده كانت زميلتنا في الجامعه، كنت انا اللي بحبها وبحكي له عنها، وفجاه سابتني وراحت له. ايوه، بس ازاي اثبت ان في راجل بيدخل شقه احمد وغاده بعد ما ينزل احمد يروح شغل؟ اتفقت مع مصطفى. ايوه يا استاذ عاطف. هتطلع العماره وكانك دريفر. وبعدين
تخبط على شقة أحمد وغادة. طيب لا مؤاخذة يعني لو حد فتح لي الباب هقول له ايه؟ غادة لو فتحت الباب تقول لها اي حاجة، عايزة حاجة من السوبر ماركت اي حاجة، بس في الغالب ابعتك في الوقت اللي مفيش حد فيه في الشقة. تمام يا استاذ عاطف. وبعدين يا عاطف؟ كنت مطلع على مفتاح شقة احمد وغادة. وعملت كده ازاي؟ خدت المفاتيح من احمد من غير ما يحس وطلعت عليها نسخة، وكان مصطفى يطلع الشقة ويفتح بالمفتاح ويدخل. وطبعا تركيب الكاميرات كانت فكرتي علشان احمد يصدق ان غادة بتخونه. وكان ممكن احمد يقتل مراته غادة بجد، مش كده ولا ايه يا عاطف؟ للأسف كل ما احمد يحكي لي عن حياته مع غادة كنت بتجنن، ففكرت ابعده عنها. وسمعت كلام الشيطان علشان يبقى مصيرك السجن. خده يا عسكري. الحمد لله، لولا العقل والحكمة كان ممكن تأذيني بجد يا أحمد وتصدق إني بخونك. الحب يا غادة، الحب والثقة يخلوني ما صدقش أي حاجة عنك. بس أنت غلطت يا أحمد، كان لازم تحافظ على مفاتيحك عشان محدش يطلع عليها. وبعدين يعني مش كل حاجة تتقال عن حياتنا الخاصة لأي حد مهما كان. طول عمري حريص، أسراري الخاصة ما كنتش بقولها لأعز أصدقائي، قصدي اللي كان أعز أصدقائي عاطف الخاين عديم الضمير. بس أرجع وأقول الحمد لله، الحمد لله يا حبيبتي إن الموضوع ده عدى على خير. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. أغرب القضايا. عادل سمير توفيق، إيمان محمود، دكتور خالد العطار، عربي أبو سنة، ميسة شعبان، سوزي محمد، لبنى منصور، مصطفى الجرواني، طارق حسن الزواوي، ريهام المهدي، هند سلامة، محمد أحمد عرابي، نور الهدى، فريدة محمد، أميرة نجيب، رنا النحال، عمرو إبراهيم، هندسة صوتية سيد زكريا. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.